بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. والعافين عن الناس والعافين عن الناس. والعافين عن الناس إيذاءات من قيم الإيمان. والعافين عن الناس. إعداد الصادق عمار. ما الخطب يا أنس؟ أخبرني، فيما بكاؤك؟ هل أصاب نبي الله مكروه؟ خطب جلل يا عبادة، خطب جلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوعك كأشد ما يوعك المرء، حتى أني ما احتملت رؤيته على هذه الحال، وزاد من غمي أن لا حيلة لي في دفع ما به. هل عرفتم ما به؟ نظن أنه أكل طعاما مسموما. طعاما مسموما؟ أتظن ذلك بفعل أحد أعداء رسول الله؟ لا أدري يا عبادة، لا أدري، ربما. كيف لا تدري يا أنس؟ هل سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أكل قبل أن تبدو عليه الأعراض؟ سألنا آل بيته فقالوا إنه أكل شيئا من هذا وذاك، وأكل بعضا من شاة أهدتها إليه زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي، وقد تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها ولفظها، ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم. وكيف تقول لا أدري يا أنس؟ الأمر بين. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا العظم يخبرني أنه مسموم، يمنعه خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتهم أحدا ما لم يقم لديه الدليل اليقين. أنا على يقين أن زينب هذه وراء تسميم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطفك بنا يا رب، لطفك برسولك وبالمسلمين. أصغي جيدا يا ابنة الحارث، أصغي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألك هل سممت الشاة التي جئت بها إليه؟ أي سؤال هذا؟ إذا كنت فخورة بما قدمت لقومك من معروف بإيذاء رسول الله، وهو ما تقر به نفوسكم المريضة، فلا تترددي في الإفصاح عنه، فلا تجتمع الجرأة مع الجبن. صدقت، أنا أهديته الشاة بعد أن سممتها، وقد سألت أي عضو في الشاة أحب إلى محمد، فقيل لي الذراع، فأكثرت فيها من السم. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ بلغت من قومي ما لم يخفى عليك، فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. أردت أن أقتلك ولكنك لم تمت، يبدو أنك أخبرت. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك علي. حقا يبدو أن ربك ما كان ليسلطني عليك.
وإلا كيف يخبرك العضو من الشاة أنه مسموم؟ أما رسول الله فالله يحميه من كيدكم، وقد وعده فقال: والله يعصمك من الناس. وأما أنت فخسئت وخسئ قومك في نار جهنم خالدين، لن تتبدلوا ولن تتغيروا، أنتم كما أنتم، أهل غدر وخيانة وسفك دماء، أنتم مصدر الخطر الكبير والشر المستطير. ولكن على الباغي تدور الدوائر، على الباغي تدور الدوائر إلى جهنم وبئس المصير. أعرف أنكم قاتلي ولا شك، سأسلمك رقبتي، هذا عقاب عادل لا مراء فيه، ولكني فعلت ذلك انتقاما لزوجي سلام بن مشكم وأخي مرحب اللذين قتلهما المسلمون. معاذ الله أن يكونا قتلا ظلما، ولكن لقتالهما لنا وغدرهم بنا رغم المواثيق والعهود التي بيننا، والتي تقضي بأن المسلمين على دينهم لا يضرون ولا يضارون، واليهود على دينهم لا يضرون ولا يضارون، وأن اليهود أمة مع المؤمنين في المدينة، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم، ولكنكم اخترتم نقض العهد وعمدتم إلى الغدر، وجعلتم من خيبر وكرا لتدبير المؤامرات والدسائس ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وظننتم أنكم مانعتكم حصونكم من الله ورسوله، ولكن هيهات هيهات، لن تهدأ نار النقمة والانتقام، لن يهدأ قومي حتى تذهب ريحكم وتنكسر شوكتكم. نحن قوم أعزنا الله بنور الإسلام وبفضيلة العدل، وما جئنا طالبي دنيا أو جاه أو سلطان، إنما نبشر بدين الله الذي ارتضاه للعالمين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يا محمد، سمعنا عن حلمك وتجاوزك، فماذا أنت فاعل بي؟ أما كفاك يا امرأة تسممين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمعين في الحلم والتجاوز؟ دعني أقتلها الآن بين يديك يا رسول الله، سأرسل روحها إلى الله جزاء ما فعلت. كيف يا رسول الله؟ أتركها؟ لا أستطيع أن أتركها. كيف؟ عفوت عنها يا رسول الله؟ معذرة يا رسول الله، ولكن سمعا وطاعة لله ورسوله. اذهبي يا امرأة، فقد عفى عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا؟ عفى عنك رسول الله، فاذهبي وعودي إلى قومك. كنتم مع والعافين عن الناس. والعافين عن الناس. والعافين عن الناس إيذاءات من قيم الإيمان. والعافين عن الناس. إعداد الصادق عمار. والعافين عن الناس. أداء الصادق عمار وندى عمار. والعافين عن الناس. إخراج سمير الغزواني عبيد.